بدأ ذو القرنين فتوحاته لغاية ما وصل أقصى الغرب، يقال عند المحيط الأطلسي، وهناك وجد قوم كافرين وظالمين، فخيرهم ذو القرنين إما يؤمنوا بالله ويعاملوا بالحسنى في الدنيا وفي الآخرة، وإما يرفضوا الإيمان ووقتها هيعذبهم في الدنيا، وكمان في الآخرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا شديدا. حكم ذو القرنين بينهم بالعدل، علمهم التوحيد ورد المظالم لأهلها، عاقب الظالم على ظلمه ووضع لهم قوانين وقضاة يحكموا بينهم، واتجه ناحية الشرق، فتح كل البلاد اللي كان بيمر عليها لغاية ما وصل لأقصى الشرق عند مطلع الشمس، وهناك لقى ناس حفاة عراة بدائيين ملهمش مساكن يعيشوا فيها تقيهم من حر الشمس، فعلمهم كل اللي ممكن يحتاجوه علشان يقدروا يعيشوا حياة آدمية.